هذه مقالة تحليلية حول واقعة زومبي المنوفية وتوجيهات للتعامل مع مثل هذه المواقف وآثارها الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات المتداولة عن الحادثة. زومبي المنوفية، من لقطة سريعة إلى ظاهرة إعلامية عابرة. انتشر مؤخرا فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أثار ضجة واسعة تحت عنوان زومبي المنوفية. يظهر سيدة أجنبية تقفز على سيارة ملاكي وتصدر أصواتا وحركات غريبة في أحد شوارع مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية. سرعان ما تحول هذا المشهد إلى مادة للجدل والذعر والسخرية على حد سواء. لكن وبالبحث في ملابسات الواقعة اتضح أن القصة لا تتعلق بخيال الزومبي على الإطلاق، بل هي واقعة فردية لسيدة كندية أو أوكرانية حسب بعض المصادر تقيم في المنطقة، ويرجح أنها كانت تمر بحالة انهيار عصبي أو اضطراب نفسي حاد بعد تعرضها لسرقة حقيبتها أو فقدانها، ما دفعها للتصرف بتلك الطريقة الهستيرية غير الواعية في محاولة للفت الانتباه أو استعادة ممتلكاتها. وقد أكدت بعض المصادر الأمنية وشهود العيان هذا التفسير. إن التسمية التي أطلقت على السيدة الزومبي لم تكن إلا انعكاسا لسرعة تفاعل الجمهور مع المشاهد الغريبة، وربطها بالخيال السينمائي المنتشر في ظل غياب المعلومة الواضحة في اللحظة الأولى. توجيهات للتعامل مع الواقعة، الحالة الفردية. في مثل هذه المواقف التي تنطوي على شخص يمر بأزمة نفسية أو سلوك غير طبيعي في مكان عام، يجب أن يكون التفاعل قائما على المسؤولية الإنسانية والاحترافية، بعيدا عن الفزع أو السخرية. 1. الأمان أولا، السلامة الشخصية والعامة. الحفاظ على المسافة. يجب على المارة وسائق السيارة الحفاظ على مسافة آمنة لتجنب أي إصابات محتملة، سواء للسيدة نفسها أو للمتواجدين حولها. تجنب المواجهة المباشرة. محاولة السيطرة بالقوة قد تزيد من هيجان الشخص إذا كان في حالة اضطراب نفسي، لذا يجب تجنب الاشتباك المباشر قدر الإمكان. تأمين حركة المرور. إذا كانت الواقعة في طريق عام، يجب العمل على تأمين حركة المرور لتجنب الحوادث لحين وصول الجهات المختصة. 2. التدخل الهادئ والمساعد. الاتصال بالجهات المختصة فوراً. يجب إبلاغ الشرطة النجدة أو الإسعاف فوراً، وشرح الموقف بدقة شخص في حالة هياج أو اضطراب نفسي. التحدث بهدوء. إذا كان لابد من التواصل، يجب أن يكون بلهجة هادئة ومطمئنة، وتجنب الصراخ أو توجيه الاتهامات. عدم التصوير والنشر. من أهم التوجيهات هو الامتناع عن تصوير الشخص وهو في أزمة ونشر الفيديو. هذا التصرف يعد انتهاكا لخصوصية وكرامة الشخص، ويزيد من الآثار السلبية للواقعة عليه وعلى المجتمع. 3. الجانب الإنساني والقانوني. التعامل كضحية. يجب التعامل مع السيدة على أنها ضحية لواقعة سرقة في هذا السياق، وضحية لحالة نفسية غير مستقرة، وليست مخلوقا غريبا أو مصدرا للسخرية. دور الأمن. يجب على الجهات الأمنية التعامل مع الموقف بحساسية، وتوفير الدعم النفسي والطبي اللازمين للسيدة، وتأكيد حماية حقوقها وسلامتها. الآثار المترتبة على الواقعة وتداولها. على الرغم من أن الواقعة انتهت بسرعة وتعد حدثا فرديا، إلا أن تداولها الواسع بهذا الوصف الزومبي قد ترتبت عليه عدة آثار اجتماعية وإعلامية. 1. تضخيم الذعر الاجتماعي والإثارة الإعلامية. تغذية الشائعات. أدت التسمية إلى انتشار حالة من الذعر والخوف غير المبررين في البداية، وتغذية الشائعات حول وجود عدوى أو ظواهر خارقة، مما يعكس قابلية المجتمع لتصديق الخيال في ظل غياب المعلومة الموثوقة. الاستهلاك السلبي للسوشيال ميديا. تحولت أزمة شخصية إلى تريند للتسلية، مما يؤكد على الجانب السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي في استغلال مآسي الآخرين لزيادة التفاعل على حساب كرامة الإنسان. 2. وصم المرض النفسي. ربط الاضطراب بالخوارق. أسهمت الواقعة في ربط السلوكيات الناتجة عن اضطراب نفسي حاد، الانهيار العصبي، بالزومبي أو الخوارق، مما يعزز وصم الأشخاص الذين يعانون من مشكلات نفسية، ويصعب من تقبلهم ودمجهم في المجتمع. الاستخفاف بالمشكلة. التعامل مع الموقف بالسخرية قلل من أهمية الاعتناء بالصحة النفسية وحاجة السيدة للدعم والرعاية. 3. التأثير على صورة مصر. القلق السياحي.
بالرغم من أن السيدة أجنبية، إلا أن انتشار الفيديو خارج مصر قد يؤثر بشكل محدود على صورة الأمان أو التعامل الإنساني مع المقيمين والزوار الأجانب، خاصة عند رؤية الموقف مصحوبا بحالة من الفزع وعدم الاستيعاب. الخلاصة: واقعة زومبي المنوفية ما هي إلا حادث فردي يكشف عن أزمة نفسية لشخص يعيش ضغوطا، لكنها تحولت إلى مؤشر على الطريقة التي يتعامل بها المجتمع والإعلام الجديد مع الغريب وغير المألوف. يجب علينا أن نتبنى موقفا أكثر إنسانية ووعيا في التعامل مع مثل هذه المواقف، عبر تأكيد المعلومة من مصادرها الرسمية، الحرص على كرامة الأفراد وخصوصيتهم، وتجنب نشر الذعر والتسميات غير المسؤولة. في النهاية، كل ما ظهر في الفيديو هو شخص يحتاج إلى المساعدة والدعم، لا إلى كاميرا تسجل لحظة ضعفه وتجعل منه مادة للسخرية العالمية. ما هو الجانب من الواقعة الذي ترى أنه الأهم للمناقشة بشكل أعمق؟ دور وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم الحدث، أم قضية الوصم المجتمعي للمرض النفسي؟